السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا النهاردة مختلف شوية عن اللي معتادين نقدمه في القناة. موضوعنا النهاردة عن سيد القارة، غول أفريقيا. موضوعنا النهاردة عن النادي الأهلي المصري. قبل ما نبدأ انزل اشترك في القناة وفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، ودعمنا بإعجاب على الفيديو. ويلا بينا نبدأ حلقة. النادي الاهلي كيان كبير جدا جدا جدا. الاهلي بيجي دايما في المقدمه. سواء كنت اهلاوي او زملكاوي، فانا متاكد ان اللي بيتقال دلوقتي بنسبه كبيره هيكون اول مره تسمعه. معظمنا متعلق بحب النادي الاهلي، وبيتردد كتير كلمات زي نادي الوطنيه ونادي المبادئ. بس هل مره فكرت منين جه الكلام ده وليه بيتردد او ليه مرتبط بالنادي الاهلي؟ النادي الاهلي ما كانش مجرد نادي هدفه رياضي، لا ده كان جزء من الحركه الوطنيه ضد الانجليز. وجه تاسيس النادي في 24 ابريل سنه 1907 دعما لفكره ان مصر يملكها المصريين، لان في الوقت ده كان كل الفرق يملكها اجانب، وده بتخطيط من المندوب السامي البريطاني اللي كان بيفرغ مصر من كل حقوقها. اصحاب الفكره كان عمر لطفي والزعيم مصطفى كامل اللي اسسوا نادي طلبه المدارس العليا سنه 1905. فبعد سنتين خلاص الطلبه دي هتتخرج، ومن هنا تطورت الفكره لوجود النادي الاهلي. الفتره دي لو مش فاهم، فالحركه الوطنيه المصريه كانت بتقاوم الاستعمار، وده كان عن طريق تاسيس كيانات مصريه قويه زي الجامعه المصريه والنقابات الزراعيه وبنوك زي بنك مصر اللي اسسه طلعت حرب. وزي ما قلنا تأسيس النادي الأهلي كان خطوة من ضمن الخطوات دي، واللي كان الهدف منها تحرير المجال الرياضي من سلطة الإنجليز عليه. وأظن كده وضحت لك الفكرة ليه النادي الأهلي مرتبط بيه نادي الوطنية. بس الحقيقة الموضوع ما وقفش لحد هنا. الأهلي رفض الاشتراك في كل البطولات اللي كانت بتضم جنسيات أجنبية أو غير مصرية، زي مثلا اللي بيأسسها اتحاد المختلط، لحد ما جه أحمد حشمت باشا وأسس بطولة مصرية. ودي كانت أول انطلاقة واضحة للنادي الأهلي، واللي عبر من خلالها عن وجوده، وشجع كتير جدا من طلبة المدارس العليا انهم ينضموا للبطوله دي ويبعدوا تماما عن البطولات الغير مصريه، واللي كان بيأسسها الاتحاد المختلط. بعد كده جت ثوره 1919، وسامعك يا اللي بتقول وهو الاهلي ماله ومال الثوره كمان. زي ما قلت لك كل اللي انضموا للاهلي كانوا طلبه شربهم الاهلي الوطنيه، علشان كده دول كانوا في مقدمه الصفوف وقت الثوره. بعد الثوره مفهوم مصر للمصريين بدا ينتشر اكتر، وده ساعد الاهلي وباقي الانديه انهم يأسسوا اتحاد مصري خالص يكون بعيد تماما عن الاتحاد المصري الانجليزي اللي كان بيدير الكوره وقتها. واخد الاهلي موقف ورفض المشاركه في اي بطوله تنظيمها غير مصري خالص، وده اللي اجبر الاتحاد الانجليزي المصري انه يتنازل عن هيمنته على الكره المصريه، واصبحت الكره المصريه في ايد المصريين. وبالمقاومه الشديده اللي ساعد فيها النادي الاهلي قدر المصريين انهم ياسسوا اتحاد كره مصري خالص، مش بس كره القدم، ده كمان في كره الطايره والسله والسباحه. وما ننساش الخطوه الاهم وهي تاسيس لجنه اولمبيه مصريه، واللي كان مقرها الاساسي في الجزيره. ايوه جوه النادي الاهلي. تخيل كل المساهمات دي. ولا في لسه، ما هي الصحافه ما قالتش على النادي الاهلي انه ابو النوادي من فراغ. اول تمثيل مصر اولمبي كان احمد باشا احد رؤساء النادي الاهلي، وصاحب اول ميداليه اولمبيه ذهبيه مصري كان من الاهلي. اول مصري شارك في منتخب العالم لكره القدم كان من الاهلي، وهو مختار التتش. اللي دخل المرأة في مصر المجال الرياضي كان الأهلي، وده مش غريب لأن من مؤسسين النادي كان عمر لطفي، واللي كان من مناصري المرأة وسمح لها بالدخول للنادي، وكمان حضور المباريات بمعزل عن الرجال، وأعطاها الحق في ممارسة الرياضة يومين في الأسبوع. وراعوا كل العادات والتقاليد المصرية في الوقت ده، وهيئوا الجو المناسب ليها اللي يحفظها تماما في الوقت ده. وبكده يستحق الأهلي وبجدارة رائد الرياضة النسائية في مصر. على المستوى الأكاديمي بقى، أنشأ النادي الأهلي أول معهد للألعاب الرياضية اللي مدة الدراسة فيه كانت 3 سنين، بيدرسوا فيه كل الألعاب الرياضية بقوانينها، ودي كانت أول بوابة بتتخرج منها مدربين وحكام مصريين. لسه ما انتهاش تاريخ الأهلي مع الوطنية ومقاومة الإنجليز، لأن سنة 44 الإنجليز فرضوا حصار على الملك فاروق ومنعوا إعلان اسمه في أي مكان. فقرر الأهلي تنظيم حفلة لأم كلثوم في ليلة عيد الفطر، ودعا ليها الملك فاروق، ومع دخوله للحفل أعلن المذيع وجود الملك من غير ما يهمهم إنجليز ولا حظر، وكأنهم بيبعتوا رسالة إن مش انتوا اللي تفرضوا علينا نقول اسم ملك مصر او لا. كده رحله الاهلي مع الانجليز خلصت، لكن رحله الاهلي في الوطنيه ما خلصتش.
بالعكس ده كانت لسه بتبتدي. في كل الحروب اللي قام بيها الجيش المصري هتلاقي النادي الاهلي كان ليه دور، ودور واضح جدا. عندك مثلا حرب 48 اللي تطوع ليها شباب كتير جدا من شباب النادي الاهلي، وكمان اتدربوا على ارض النادي وسقط منهم شهداء. وسنه 56 وقت العدوان الثلاثي على مصر بسبب تاميم قناه السويس، قرر مجلس اداره النادي الاهلي فتح باب التطوع للجيش، واتطوع اكتر من 500 عضو، ووقف اي نشاط رياضي في النادي، وتحولت اراضي النادي لمراكز تدريب المقاومه الشعبيه. في 67 بقى مش بس مجلس اداره النادي فتح باب التطوع، لا ده قالها صريحة للأعضاء، قال إن أي رياضي مش هيتطوع للحرب هيتشطب من عضوية النادي، لدرجة إن حتى البنات كانوا بيدربوهم على التمريض وأجبروهم على المشاركة كعمل إنساني، وكأن النادي بيقول لهم محدش هيبقى في إيده حاجة يقدمها للبلد ويتأخر. بعد هزيمة 67 الجيش المصري كان محتاج دعم مادي كبير، وقتها لعب فريق الكرة ماتشات ودية كتير في كل الدول العربية، وده كان علشان يجمع أكبر قدر من الأموال ويديها للبلد، ده غير الزيارات اللي عملها اللاعبين للمصابين في المستشفيات لرفع روحهم المعنوية. الحقيقة إن لو قعدنا نعد المواقف الوطنية للنادي النادي الأهلي مش هنخلص، والغرض من الحلقة كان إن أوضح لك إن في جانب تاني من كرة القدم ممكن يكون غايب عنه. الكرة مش بس ماتش بيتلعب ومين كسب ومين خسر، الكرة رياضة قادرة تخدم وطن وشعب كامل. وطبعا من غير ما اقول لك مش بس الاهلي اللي كان ليه دور وطني، كتير جدا من النوادي المصريه ليهم مجهودات لا تقل عن مجهودات النادي الاهلي. لحد هنا خلصت حلقتنا، اتمنى تكون الحلقه عجبتكم، والاهلاوي بقى يدعمنا باعجاب وينزل يشترك في القناه ويفعل زر الجرس علشان يوصلوا كل جديد، وبرده الزملكاوي يدعمنا باعجاب وينزل يشترك عشان ان شاء الله هنعمل قريب جدا حلقه عن الزمالك. شكرا لكم على المشاهده واشوفكم الحلقه الجايه.